وصلتني عدة رسائل بيحكوا لي احكي في هذا الموضوع، وهو اللي بيسافر وبيسيب اولاده ومرته وما بيبعت ولا دولار واحد لاولاده اللي سيبهم وسافر. طب انت ليش سافرت؟ مش عشان اولادك وعشان بيتك؟ تروح انت تهملهم وما تسألش عنهم؟ ممكن تسأل عنهم كيف حالكم شخباركم، بس بتعرفش كيف ماشيين امورهم، بتعرفش كيف بياكلوا، بتعرفش كيف بيشربوا، بتعرفش كيف بياخدوا مصروفهم من المدارس، من وين بيجيبوها، وانت غايب في اوروبا بالسنين، بتوصل 5 سنين 6 سنين مرات، وانت لليوم ما عملتش مستقبل بعتت $100 حتى. بعرف في جماعة ناس والله في رقبته كوم عيال، واليوم عياله تتلقى مساعدات من هنا ومن هنا، وبتشتغل هي كمان، بتشتغل بالساعة عشان اولادها، وهو قاعد بتفسح في اوروبا. بتفسح صحيح، بتفسح، لانه اللي بيشتغل بيبعت للحمه ودمه. ما قلنا تتبرع لحدا، ابعت للي من لحمك ودمك. ليش نطنشهم؟ انت ليش سافرت اساسا؟ مش عشان خاطرهم وتروح تسيبهم وهناك الله اعلم ايش بتسوي؟ انت تكون متجوز، ممكن تعمل اشي برضيش ربنا، عامل البدايع هناك في بنات اوروبا، وبدك هنا مرتك تصون شرفها وعرضها وبتعمل عليها مراقبين. فيش عنا ولا وحدة بتلعب بديلها زي ما بيقولوها، وانها ما بتصون شرف جوزها. كلهم الحمد لله ما سمعنا اشي غلط عن بناتنا وعن شرفنا. انت مش مأمن، كل فترة وفترة بتحط مراقبين عليها. شوف طلعت ما طلعتش نزلت، مش مأمن على شرفك اللي هنا، وهي عافة حالها عن الحرام. ما انت هناك فاشل، فشل بفشل. خليك عند مرتك وعيالك واشتغل هين لو ب5 شيكل. ما انت إلك سنين ما بعتش ولا $1 واحد. وليش الغربة؟ وليش تبعد عن مرتك وعيالك؟ بحكي لكل واحد مسافر وبصرفش على أسرته، على عيلته، على دمه ولحمه، على مرته، على أمه وأبوه. إذا ما كنتش فالح في بلاد الغربة، يا ريت تيجي هنا في بلدك عند مرتك وولادك، أفضل وأحسن، وانت بتعف نفسك عن الحرام. ومرتك برضو إلها حق الشرعي اللي انت بتدور على حالك، وانت ناسي هنا في وحدة عندها دم ولحم وناس حقوقها الشرعية كلها، وبتعمل عليها مراقبين. من غير مراقبين عايشين وصينات حالهم. بس يا ريت تبعت لو $100 $50 تتذكرهم في الشهر، مش تسيبهم وما تسأل عنهم. رسالتي من هذا الفيديو لكل واحد متغرب، يا ريت يتقي الله في عياله.